الملائكة اللي بتكتب عليك الأعمال ملك اليمين وملك الشمال، بس يموت الإنسان تطوى صحفه، فالملائكة اللي موكلة عليك بتنتهي وظيفتهم، لأنه الملك اللي إلي موكل إلي بس مش إلك. فتسأل هذه الملائكة ربها فتقول يا رب مات عبدك فلان فأذن لنا أن نكون في السماء، يعني بطل في له أعمال نكتبها. فيقول لهم الله سمائي مملوءة ما فيها موضع قدم إلا ويسبح ربه. فيقولون يا رب إذن لنا أن نكون في الأرض، فيقول وأرضي مملوءة ما فيها إلا ذرة رمل تسبح بحمد ربي. فيقولون يا ربنا فأين نكون؟ فيقول كونا عند قبر عبدي، كونا عند قبر عبدي سبحاني واحمداني وهللاني واكتبا ذلك في صحيفة عبدي حتى تلقياني. هذا العبد المؤمن، يعني الملائكة اللي بتكون تكتب لك الأعمال بعد موتك وظيفتها تكتب لك أجور وأعمال وخيرات وحسنات أنت في قبرك، وهم بيكتبوا لك حسنات وأجور وتسبيحات وأعمال أبنائك من بعدك وصدقاتك الجارية وأعمالك انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له تكتب في صحائفه.